السلام عليكم. وعليكم السلام. ها وصلت العيال؟ وصلتهم. انا هسيبهم في نص السكه وارجع. الحمد لله اطمني، دخلوا المدرسه، ما تقلقيش عليهم، ما فيش عيل هرب ولا حاجه. لا انا مطمنه على فكره، انا عيالي ما هربوش من المدرسه ابدا. عادي يعني، ما تسيبيهم ياخدوا خبره الحياه، ايه المشكله لو عيل هرب؟ نعم؟ انت بتهزر صح؟ انت اكيد بتهزر. انت عايز ولادنا يهربوا من المدرسه؟ عادي، بابوهم كان بيهرب. وكنت بتروح فين بقى ان شاء الله؟ كنا بنسميها بتكت من المدرسه. احيانا كنا نروح نقعد على القهوه، واحيانا تانية كنت نروح نلعب كوره، واحيانا كنا نقعد نلفلف في الشوارع كده زي العبط، نروح جنينه الحيوانات، القناطر. ولما كبرنا بقى كنا بنروح نعلق بنات من مدرسه البنات اللي جنبينا ونمشي معاهم. يا راجل ده انت طلعت روميو بقى. ولا زلت عشان تبقي فاهم، ولا زلت معاكي انت يا جولييتا حياتي. عارف بقى لو عرفت ان في جولييت في حياتك غيري انا هعمل فيك ايه؟ هو انا فاضي اهرش؟ ده انا واخد النهارده اجازه بالعافيه. يا انت لو كنت فاضي كان زمان. بس صلي على النبي، صلي على النبي، بلاش وصلة النكد دي على الصبح. الحياه فيها حاجات كتيره جدا اهم من النكد. ايه رايك نحمل فيلم رومانسي كده ونقعد نتفرج عليه انا وانت بروقان بعد ما نخلص فطار؟ ماشي. حياتي حبيبتي يا لولو، والله خد افطر يا عمر. شكرا. معلش يا زوزو، خلي درية معاكي النهارده بس، عشان انا عندي فيديو كونفرنس مهم جدا مع مسؤول في الاداره، ومحدش عارف ان انا في البيت، وبعدين خايفه تتحرك كده ولا تعمل اي حاجه وتبوظ كل الترتيبات اللي انا عاملاها. درية، انت كنتي بتفكري في ايه وانت بتسميها؟ مامتك؟ لا يا زوزو، دي بتاعت واحده صاحبتي، وهي سافرت اسبوعين وسابتها معايا. بصي، دي الحاجه بتاعتها، فيها البطانيه والشاور جيل المخصوص بتاعها، وهتلاقي كمان في الاكل والشرب واللعب بتاعتها. وحياتي يا زوزو بيلعبي معاها عشان هي بتزهق بسرعه. طب مش عايزاني اجيب لها حد يعمل لها مساج بالمره؟ مش للدرجه دي يا زوزو، يبقى انت اعملي لها وخلاص. بس وحياتي خلي بالك لحسن جلدها حساس جدا. يا حرام. انا هقوم اكمل بقى اظبط الدنيا. زوزو خلي بالك منها. ما تخافيش في عيني. ايوه يا ابني، مش قلت لك يا ابني هتشيل مني واخليك تزعل جامد؟ ماشي، نلعب ماتش كمان بس ما تعيطش مني انت بس. يلا ماشي يا ابني، انتوا كلكم زباين عندي يا ابني. يلا ماشي، يلا سلام سلام. يا مصطفى، مصطفى تعالى عشان اوريك الفيلم اللي هنتفرج عليه. ايه ده؟ الله، انت جايب لي ورده؟ ميرسي يا حبيبي على الورده، ده انت طلعت رامي بجد. امال انت لسه شفتي حاجه؟ يلا فرجينا على الفيلم. طب ايه، هو انت هتفضل ماسك الورده ولا هتديها لي ولا ايه بالظبط؟ ايه ده انت عينك فيها؟ انت كل حاجه تشبطي كده، امسكي. شكرا. دي الورده البلاستيك اللي في الفازه المكسوره جوه صح؟ هي قلت اجيبها تعمل لنا جو رومانسي وكده يعني. يلا اي حاجه والسلام. بص بقى، هنتفرج على الفيلم ده، بريف هارت. بريف هارت؟ ده فيلم رومانسي؟ ده فيلم كله تقطيع وذبح وشنق وانا بيجي لي كوابيس بالليل. يا حبيبي بس في حته رومانتك فظيعه، وبعدين شايف ميل جيبسون حلو ازاي وامور ازاي؟ ميل جيبسون حلو وامور؟ انت بتتفرجي على الفيلم علشان ميل جيبسون حلو وامور وانا اقعد جنب منك زي كيس الاريال، مش كده؟ عشان لما اتفرج على هيفا ما تفتحيش بقك معايا. طب انا بتفرج على ميل جيبسون عشان حلو وامور واتوحم عليه والعيال يطلعوا حلوين زيه، انما انت بتتفرج على هيفا عشان عينك زايغه. ما تغيريش الموضوع. وبعدين ميل جيبسون ايه ده؟ مشخبط على وشه طول الفيلم وشكله مش باين. لا في مشاهد كتير بيبقى طالع غاسل وشه. يا عادل، النت فصل، شوف الراوتر كده يمكن السلك اتهز ولا حاجه. من عينيا. تسلم عينيك يا حبيبي. ده الاسلاك زي ما هي، اكيد العيب عندهم في الشركه يعني. طب اديني الرقم بتاع الشركه خلينا اتصل بيه. وعلى ايه الرقم بس؟ ما انا عارف اللي هيعملوه كويس. هنفصل الراوتر 5 ثواني اهو ونرجعه تاني. شوفي كده النت رجع. لا لسه مفصول. بتبطل فلسفه بقى يا عادل واديني الرقم خلينا اتصل بالشركه. يا ستي والله العظيم هما جملتين انا شخصيا حافظهم صم. شوفي يا ستي، الجمله الاولى هيقول لك ايه؟ احنا هنفصل الراوتر 5 ثواني وبعدين نرجعه تاني النت هيرجع.
الجملة التانية ايه بقى؟ لا يا استاذ، الراوتر بايظ لازم يتغير بواحد جديد، ما بيطلعوش نفسهم غلطانين ابدا. انت هتفضل تقفلها في وشي كده؟ طب هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ سيبوهولي بس وانا هظبطه. صباح الخير يا فندم، انا جاهزه للميتنج. أنا مبسوط جدا بشغلك يا إنجي في الفترة الأخيرة، ومبسوط بالتزامك وانضباطك. كده صلحناك وظبطناك وروقناك ومالكش حجة بقى تشتغل. يا زوزة، نعم يا حبيبي. شوفي انا ظبطت الراوتر خليته احسن من الاول. ظبطته؟ لا لسه فاصل. الله، امال انا سايباك ربع ساعه بتعمل ايه؟ يبقى المشكلة مش في الراوتر، مع اني فكيته حتة حتة. فكيته حته حته، يبقى مفيش امل في الراوتر ده تاني. لا 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 لا، خلاص انا عرفت ايه الحكاية وهظبطها. عادل، اتصل بالشركه احسن. يا ستي مش هتصل بالشركة، بيرهنوني ساعة مزيكا عبال ما يردوا. اديني 10 دقايق وهتشوفي العجب. ايوه يا ابني، خلاص يا حبيبي عرفنا انك كسبت بقى، ما تقعدش تحنجل لي وتتنطط لي وتعمل لي شغل العيال ده، اكبر بقى. وبعدين انت بتخم على فكره، والله العظيم. نختار ملعب ضيق وانت عارف ان لعيبتي تحب تلعب في الملاعب المفتوحه الواسعه عشان تعرف تباصي وترقص وانت فاهم كده كويس. بص، هنلعب ماتش ثالث واخير وفاصل وحاسم وعلى كله، واللي يكسب ده هو اللي يكسب الرهان. ماشي؟ يلا بقى قابلني، يلا. العظيم لما تشتري فيلم وفرجت عليك اللي يسوى اللي ما يسواش، هاخد النتيجه سكرين شوت واذل اهلك بيها قصاد الناس كلها. يلا يا رب. بسم الله. ايه ده؟ انت بتعمل ايه يا ربيع؟ فيش والله يا عادل بيه، اهو بنسلي وقتنا. والله برافو عليك. طب دي اتعلمتها ازاي وامتى؟ ده شعبان البواب اللي في العماره اللي جنبينا هو اللي علمها لي، قال لي دي لعبه جديده اسمها شطرنج. الله، طب وانت ليه حاطط العساكر كلها في جبهه وبقيه القطع في الجبهه الثانيه؟ احكي لك انا يا عادل بيه، اصل شعبان قال لي انت اول مره تلعب اللعبه دي يا ربيع، قلت له انت عرفت منين؟ قال لي يبقى انت كده جيشك مبتدئ. قلت له والله كلامك حكم. قال لي خلاص يبقى انت جيشك كله يبقى عساكر، وتستنى بقى لغايه لما يترقوا، فيبقى معايا بقى الملك والوزير وباقي الحتت. يعني هو اداك العساكر وخد هو بقى الملك والوزير وبقيه القطع كلها؟ بس هو بيلعب بقاله سنين، فعساكره اترقوا اهو وخدوا مناصب كبيره بسم الله ما شاء الله عليهم. يا سلام. طب وانت بقى عساكرك هتترقى امتى ان شاء الله؟ اديني مستني حركه الترقيات الجديده. ادعي لي يا عادل بيه. بص، انسى خالص الكلام اللي قاله لك شعبان ده شافك عبيط فاستغفلك. شافني انا عبيط؟ ده احنا مسمينه شعبان الضغف. اهو الضغف ده استعبطك. المهم سيبك من موضوع الشطرنج ده، هحله معاك بعدين سوا يعني. عايزك في موضوع تاني خالص. النت عندي فيه مشكلة. الموبايل داتا ولا لسه ديمان؟ ما تسألش أي سؤال وسيبني أنا أتكلم.